مصر والعالم على موعد يوم 1 نوفمبر 2025 في افتتاح المتحف المصري الكبير، واللي بدأت فكرته في التسعينات وتم وضع حجر الأساس في 2002. تم عمل مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف عن طريق منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، وفاز بالتصميم شركة هنجهان بنج للمهندسين المعماريين بأيرلندا. والتصميم بيمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة، وبتلتقي عند كتلة مخروطية اللي بيمثلها المتحف المصري الكبير. مساحة المتحف حوالي 500 ألف متر مربع، أي ما يعادل 117 فدان، وده بيخليه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة. المتحف بيضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية بيمثلوا الحضارة المصرية في كل العصور، ومن ضمن القطع المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، واللي بتعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد. مدخل المتحف هو البهو العظيم والدرج الكبير، واللي بيحكي حكاية حضارة عمرها 7000 سنة. الافتتاح مش بس حدث سياحي مهم، ده رسالة للعالم إن مصر بتقود المشهد الثقافي والتاريخي.